مساء الخير، معاكم المهندسة مريم نشأت. أنا صاحبة ومديرة مكتب سكتش للعمارة والديكور بالغردقة. احنا هنا في المكتب عندنا اكسبيرينس لأكتر من 15 سنة في مجال العمارة والديكور الداخلي. بدأنا في البداية بالتعامل مع مصانع وشركات علشان توريدات الخامات والحاجات دي كلها. جربنا كتير واخترنا كتير، وفي الآخر استقرينا على براندات معينة في إظهار الشغل بتاعنا، وده بسبب الكواليتي العالي اللي بيظهر بيه الفينش بتاع المطبخ، الدولاب، الدريسنج، whatever، يعني قطعة الفرنيتشر اللي بنشتغل فيها. أنا النهاردة جاية أتكلم عن شركة من أهم الشركات القوية في مجال الأخشاب المصنعة. هم بعتوا لنا وفد من الهند، شركة جرين لام، زارونا هنا في المكتب وعرضوا علينا آخر تطورات عندهم في المصنع. هم بيستهدفوا قصة العمارة المستدامة أو الجرين اركتكتشر. بيركزوا قوي إن الماتيريال بتاعتهم تبقى ايزوليتد وبتساعد الفرش إن هو يعيش اكتر. هما ما وقفوش عند كده على الانتيريور، لا كمان عملوا كلادنجز من الاخشاب المصنعه لعزل الواجهات الخارجيه ضد الحراره ومقاومه الرطوبه، وده طبعا يعتبر طفره في الهندسه المعماريه، ان يبقى عندك ماتيريال بتشطب لك الواجهه بشكل شيك قوي، الالوان اللي تحبها في الاخشاب، وفي نفس الوقت بتعزل لك الواجهه ضد الرطوبه بتاعه الجو والحراره. وطبعا هنا الغردقه ما تتوصاش في حته الرطوبه والحراره. احنا السنين اللي فاتت جربناهم في الانتيريور. هم من افضل الشركات في توريد شيتات ال HPL اللي هي خاصة بالظرف بتاعة المطابخ، وكمان عندهم الأخشاب الكومباكت الخاصة بالحمامات. هم طوروا خامة الكومباكت الخاصة بالحمامات واستخدموها في تشطيب الواجهات كمان بشكل وتكتشر جميل. فده الجديد اللي كان عندهم، اللي بسببه كانت الزيارة، واستغلت الفرصة وفرجتهم على مشروع أزورة في سهل حشيش، واتشرفنا بمقابلة مدير المشروعات الباشمهندس محمد بركات. كانت زيارة موفقة وجميلة وبحضور باشمهندس عبد الرحمن المسؤول عن الشركة، وطبعا زورنا الجمال اللي هم شرفونا من الهند، الوفد الهندي الجميل. تحياتي ليهم كلهم، والمصنع بتاعهم في الهند. هم كمان طلبوا مني دعوة لمهندسين الغردقة تخصص معماري وديكور، جروبنا الجميل عيون الإبداع اللي اقترحت فكرته في 2014 تقريبا. أتمنى إن شاء الله نعمل لهم سيمينار ويجوا يعرفونا أكتر عن شركة ومصنع جرين لام الهندية. باي باي.